بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. جايلكم النهاردة في فيديو جديد، وصفة جديدة كده بقى للمدارس. كل سنة وانتم طيبين، المدارس على الأبواب، واحنا بقى دلوقتي شغالين في السندوتشات والحاجات اللي هي بتاعت المدارس. محتاجين ايه نعمله ايه للسندوتشات للأولاد. هنعمل النهاردة وصفتنا سهلة وبسيطة خالص، هتبقى حاجة كده بديلة للسندوتشات. مش هتحتاجي بقى الحشوات، مش هت يعني ايه مش هتحتار تحط ايه في السندوتش او تحشي لابنك ايه في السندوتش، علشان ايه بتبقى حيرة وحاجة ايه بتبقى متعبة وحاجة زهق كده للكبار. زي ما انت شايفين كده، جبت نص كوباية من المية وحطيت عليها معلقتين من السكر ومية عادية من الحنفية، مش لازم تكون مية دافية لان احنا دلوقتي في ايام الحر. وحطيت عليها ايه معلقة من الخميرة، من الخميرة الفورية، وقلبت كله كده مع بعض وركنتهم على جنب. وبعد كده بقى جبت بولة زي ما انتم شايفين كده، وحطيت فيها مقدار نص كيلو من الدقيق، نص كيلو كمان عليه كمان كده، يعني ايه معلقتين، يعني كان حوالي 600 جرام من الدقيق. وضفت عليهم معلقتين من اللبن البودرة. العجينة بتاعتنا النهاردة اقتصادية وسهلة وبسيطة خالص، من غير زبدة ومن غير حليب ومن غير بيض، مش مكلفة كتير. نص كيلو يعني 600 جرام، وحطيت عليهم كوب معلقتين من اللبن البودرة، وحطيت عليهم كده ايه معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة الملح بتاعتي. وحطيت كمان كوباية زبادي زي ما انتم شايفين كده، زبادي اللي هي 70 جرام دي، اي نوع زبادي موجود عندك ان شاء الله، حتى يكون زبادي من اللي انت بتعمليه في البيت. وحطيتهم كده على الدقيق بتاعي، ونزلت عليهم كمان بنص كوباية من المية. انا ما حطيتش ميه كتير، ميه عاديه كده، لان هعتمد على الميه بتاعه الخميره بتاعتي. ودوبت كده بقى كل المكونات كده مع بعضها كده في قلب في قلب البولة بتاعتي بالمعلقة. وبعد كده بقى ايه هشيل المعلقة وهنزل بايدي بقى. والخميرة بتاعتي سبتها طبعا يعني ايه قيمة 10 دقايق. دلوقتي احنا في الايام الحر فبتخمر معانا بسرعة. إيه بتعمل الخميرة بتاعتك لما لحد ما تلاقي ايه عملت فقاقيع كده من فوق، تعرفي ان الخميرة بتاعتك الاختبار بتاعها نجح والخميرة بتاعتك كويس. لو انت بقى ضامنة الخميرة بتاعتك ان هي يعني ايه جايباها طازة او جايباها من مكان كويس، والخميرة بتاعتك كويسة مش محتاجة للاختبار، ممكن تضيفي كل المكونات كده على الدقيق وتنزلي بالمية على طول وتعجني. مفيش داعي ان انت تعملي اختبار الخميرة ده. بس طبعا احنا بقى عشان بنجيب الخميرة والحاجات ديت بنجيبها يعني ايه، آه بجيبها من كل فترة كده، مش كل ما بحتاج اجيب حاجة اروح اجيب طلب كده من المحل. لا، انا بجيب يعني ايه بعض الحاجات كده احطهم عندي في البيت، فما ببقاش عارفة بصراحة ان هي تفضل سليمة ولا لا. وخاصة ان احنا ممكن تجيبي الحاجة ممكن تبقى مركونة في المحل عند التاجر، فبرضه ما تعرفيش ان الحاجة بتاعتك هي صلاحيتها مظبوطة او كانت المصنع اصلا منزلها بدري، او يعني ما تفهميش بقى، يعني بتبقى الدنيا كده مش متلخبطة بالنسبة للمواعيد والتواريخ بتاعت الايه الحاجات اللي بتاعت الصلاحية وكده. وبعد كده بقى بتفضلي تعجني بقى كتير. اي معجنات بتحتاج عجن كتير كده عشان ايه تعمل معاكي عرق كده والعجينه بتاعتك تطلع كويسه. وقبل ما بختم العجينه بتاعتي بحط بقى 4 معالق من الزيت، ويفضل يكون زيت زيتون لان العجينه بتاعتنا النهارده بتحب زيت الزيتون. تفضلي تعجني بقى كتير كده لحد ما تدوبي الزيت وتدوبي كل المكونات في بعضها، وتلوكي كده وتربي فيها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبعد كده بقى ايه قبل ما بختم العجينه بتاعتي، البوله اللي كان فيها زيت في ارضيتها بقى ايه نقطه زيت كده بسيطه بحطها بايدي كده وبدهنها كده على العجينه. وخلاص بختم بقى بظبط العجينه بتاعتي بسويها وبحطها على جنب كده، ايه بغطيها تغطيها بقى بايه كيس استرتش او بصينيه او باي حاجه موجوده عندك او بفوطه، وتركنيها على جنب كده. احنا دلوقتي في ايام الحر، فمش هقولك بقى ايه حطها في مكان دافي، وكده كده الشقه كلها دافيه والبيت كله دافي وحر يعني ايه. فالعجينه بتاعتك حطها في اي مكان، المهم انها تكون بعيده عن المروحه. نيجي بقى نعمل الصلصه بتاعتنا. هنحتاج ايه زي ما انتم شايفين كده، هو المقدار اللي انا عملته ده يا جماعه بيحتاج بالكتير قوي معلقه ونص من الصلصه، وانا حطيت 3 معالق عملتها كده وايه وفاض مني شويه، يعني ممكن اعملها في وقت تاني او لاي حاجه تانية. حطيت 3 معالق من الصلصه وحطيت عليهم معلقه صغيره كده من الزعتر، ونص معلقه كده من الفلفل الاسمر. وحط كده كمان ايه معلقه او معلقتين من الزيت، وبرده يفضل يكون زيت زيتون. وبالمعلقه كده ايه تدوبي بقى الايه الصلصه والمكونات بتاعتك. وعشان الصلصه بتاعتك، لان الصلصه بتاعتنا انا عاملاها يعني ايه من الصلصه اللي انتوا شفتوها دي صلصه العلب، مش صلصه انا عاملاها في البيت.
وبتضيفي بقى الايه لكل معلقه من الصلصه كده معلقه من الايه من الميه، وتفضلي تقلبي بايديكي كده، ورشه ملح في الاخر، تقلبي كل المكونات، وبكده نكون عملنا الصلصه بتاعتنا. دلوقتي بقى بتهيألي انتوا تكونوا دلوقتي عرفتوا احنا هنعمل ايه النهارده. هنعمل ميني بيتزا للايه للمدارس بديل السندوتشات. حطيت كمان كده معلقه زيت زي ما انتم شايفين كده، وبقلب بقى ايه كل المكونات بتاعتي، وبكده تكون صلصة البيتزا بتاعتي جاهزة. بركنها بقى على جنب، وبنشوف ايه العجينة بتاعتنا. عجينة الميني بيتزا النهاردة، الميني بيتزا تقدري تعمليها بيتزاية كبيرة، وممكن تعمليها ميني بيتزا، بس احنا هنعملها ايه ميني بيتزا النهاردة قطع صغيرة كده. تقدري تعمليها بقى ايه لولادك، ممكن تبقى حلوة قوي بديلة للسندوتشات. مش هتحتاجي بقى ان انت تحط بقى جبنة لانشون، مربى، اي حاجه بقى الحاجات اللي انت هتحتاجيها في السندوتشات ديت بتبقى بديله ايه، وتبقى غنيه جدا عن اي حاجه تانية، لان فيها خضار وفيها عجينه وفيها جبنه وفيها يعني ايه لبن بودره، وفيها حاجات كتير ايه مغذيه للطفل. وبرده ممكن الناس اللي بتروح المصايف تبقى حلوه قوي للاولاد، تاخديها كده وهم رايحين على البحر، تبقى بديله برده للسندوتشات والكلام ده كله. تبقى حاجه كده ايه الاطفال يعني حاجه تغيير كده، الاطفال بيحبوا الحاجات اللي زي دي. وبعد كده بقى بنجيب العجينه بتاعتنا بعد ما خمرت، طبعا بتاخد ايه حوالي تلت ساعه كده في التخمير، لان احنا دلوقتي في ايام الحر. لو في ايام الشتاء بقى يا جماعه بتاخد لها حوالي كده ساعه من التخمير او ساعه ونص. وبعدين لو انت بقى عايزه العجينه بتاعتك في ايام الشتاء تخمر معاكي بسرعه والجو برد وكده، بتقومي عامله ايه بتجيبي بوله كده من الميه الدافيه، وبتحط ايه العجينه بتاعتك في البوله برضو اللي فيها العجين، وبتحط العجينه اللي فيها البوله اللي فيها العجين في قلب البوله اللي فيها الميه الدافيه دي، وبتغطيها وتسيبها كده مع نفسها. بتاخد منك وقت في التخمير حوالي نص ساعه بس، ما بتاخدش وقت طويل زي ايام الشتاء اللي هي بتعملي من غير ميه دافيه، ما بتاخدش وقت طويل زي ايام الصيف. بعد كده بقى زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتي اهو، بقطعها كده ايه بنقطعها قطع صغيره كده، يعني القطع حوالي 50 جرام كده، بعملها بالويم كده. لو انت عندك بقى ايه عندك ميزان تقدري توزنيها، ما عندكيش ميزان فبتعمليها بالايه زي ما انا بقول كده بالويم. الويم اللي هو ايه يعني بتقدير عينك كده او بتقدير ايدك كده، بتعمليها يعني ايه في المتوسط، يعني لا كبيره قوي ولا صغيره قوي، لا يعني تبقى في اقل اكبر كده من الليمونه شويه، واصغر من البرتقانه، يعني ايه في المتوسط كده. وبحط كده بقى ايه القطع بتاعتي ايه زي ما انتم شايفين كده بينهم وبين بعض، يعني متبقاش ايه مسافات قريبه قوي، لان القطعه العجينه بتاعتي انا لسه هفردها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. فحطيت في الصاج بتاعي كل تلاتة كده جنب بعض، عشان لما هتتفرد وعلشان لما هتخمر ما تلزقش ايه في بعضها، ولما تستوي في الفرن برضو تبقى طالعه كده ايه كل واحده يعني في نفسها كده، ما تبقاش ايه لازقه في بعضها. تفردي بقى العجينه بايديكي كده، وبتسيبي تعملي طرف كده في الايه في العجينه، ما تخليش الحروف بتاعتها تبقى رقيقه، علشان الميني بيتزا بتاعتك تطلع شكلها مظبوطه كده وتطلع ايه سليم. بعد ما فردتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده بالشوكه بقى او باي آلة موجوده عندك، بتخرم العجينه، وبتخرمي العجينه والحركه دي علشان العجينه بتاعتك ما ترتفعش او ما تقبش معاكي في الفرن، وتطلع ايه البيتزا او الميني بيتزا اللي احنا عارفينها. تقدري تعملي من العجينه دي بيتزايه كبيره، وتقدري تعملي ايه ميني بيتزا صغيره زي ما انتم شايفين، بس انا عملتها كلها ايه قطع صغيره اللي هي الميني بيتزا اللي احنا عارفينها. تقدري تعمليها بعد ما تعمليها وتخلصيها، ممكن تعمليها عجينه بس كده تسويها نص تسويه، وبتطلعيها بقى ايه تبرديها وتعبيها في اكياس وبتدخليها في الفريزر. ممكن بقى وقت ما تحبي ان انت تعمليها تبقى طازه، تطلعيها وتدهنيها من الصلصه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وتحط عليها الحشوات بتاعتها وتدخليها تكمل تسويه. وممكن برضو زي ما انا هعمل كده، بتسويها بتجهزيها كلها وتسويها وتدخلها الفرن. تقدري تجهزيها بالصلصه والخضار والجبنه وكل الحشوات اللي بتاعتها، وتسويها، وبعد كده تبرديها وتدخليها بالايه في اكياس كده، اكياس التلاجة. وممكن بقى ايه وقت ما تيجي تديها لبنتك او لابنك في السندوتشات، بتطلعها بقى يا دوبك ايه تصحي الصبح كده تصلي وتجهزي ابنك، بتطلعها بتفك، بتاخدش وقت طويل، وبتعبيها له في الايه في اللانش بوكس او في الاكياس، او زي ما انت بقى ايه بتجهزي اولادك. عملت الصلصه كده بعد ما ايه خرمت العجينه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وما كانش عندي جبنه موتزاريلا، كان عندي جبنه ميكس كده من اللي هو الجبنه الشيدر على الجبنه المبرومه، قصدي الجبنه الرومي. معلش يا جماعه لسه صاحيه من النوم، فيعني ايه تلاقيني يعني مش مركزه شويه، حتى تلاقي صوتي متغير، فمعلش بقى اعذروني كده يعني.
فبعد كده بعد ما حطيت الصلصة اهو، وطبعا الخضار بتاعنا، بنحط الجبنة بتاعتنا. نحط بقى اي نوع جبنة موجودة عندك. زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت زي ما قلت جبنة اللي هي جبنة ميكس، الجبنة الرومي والجبنة الشيدر، كانت موجودة عندي يعني ايه في التلاجة في الفريزر وكده. وطبعا قبل ما بتحطي الجبن بتطلعيها تفك، ما ينفعش تطلعها من الفريزر وتحطيها على الايه، على العجينة بتاعتك او على البيتزا بتاعتك او المينا بيتزا بتاعتك. بكون بقطع بقى بعض من الخضار كده، فلفل وطماطم وبتاع زيتون، بتجيبيه مخلي جاهز. ممكن بقى حطي اي نوع من الخضار عندك، حابه تحطي فلفل الوان حطي، حابه تحطي بقى طماطم، الموجود عندك حطيه. زي ما انتم شايفين كده العجينه بتاعتنا اقتصاديه، مفيش مكلف فيها غير حته الجبنه اللي انا حاططها دي. وحاططها جبنه كمان يعني مش جبنه موتزاريلا اللي هي مكلفه واللي هي الغاليه. وبتحط بقى زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده الطماطم بتاعتنا. طبعا لما بنقطعها بنكون شايلين القلب بتاعها يا جماعه، عشان ما تنزلش ميه كده على العجينه بتاعتنا، وتبقى تبقى طريه كده، وبتخلي العجينه بتاعتك ما تعيش معاكي وقت طويل، خاصه ان انت هتعيني منها شويه في الفريزر. بتشيلي القلب بتاع الطماطميه كده وانت وانت بتقطعيها، بتسيبي بس الجدار او الجلده بس بتاعت الطماطم بتاعتك. وبترصي بقى على قطع العجينه بتاعتك او على الميني بتاعتك. الفلفل بقى بتشكلي زي ما انت شايفه بالشكل ده كده لحد ما بتخلصي كل المقدار الموجود عندك. وطبعا بقى بنكون مولعين الفرن طبعا بتاعنا، وبندخلها الفرن تاخد وقتها في السوا، بتاخدش وقت طويل. بحطها على الرف التالت يا جماعه، ما بحطهاش في ارضيه الفرن. بتاخد مني حوالي ربع ساعه او تلت ساعه على حسب الفرن بتاعك. ما بولعش الشوايه، هي يا دوبك بتطلع كده ما شاء الله بتبقى جميله. وزي ما انتم شايفين العجينه بتاعتي طريه. معلش انا كنت ماسكه التليفون بايدي فمعرفتش ان انا اقطع لكم واحده. ما شاء الله والله كانت جميله جدا. و بتطلعيها بقى، اول ما بتطلعيها بتسلكيها كده من ارضيه الصينيه او ارضيه الصاج، عشان ما تبقاش لازقه منك. وبتبخيها كده اول ما بتطلعها من الفرن وهي سخنه لسه نار يا جماعه. بتبخيها ببخاخه ميه كده تكون عندك للمعجنات بتاعه الفرن. ببخاخه ميه كده تكون ميه جديده بقى او ميه نظيفه. وبتبخيها بختين بس كده سريع كده. هو بعد كده بتغطيها بفوطه، مش بكيس مشمع، علشان ما تعجنش منك او تعرق منك وتبقى مش كويسه معاك. زي ما انتم شايفين الارضيه بتاعتها ما شاء الله جميله جدا مش محروقه، لونها مش بايظ. ومن فوق زي من تحت. لو الفرن بتاعك مش هيحمرها من فوق، تقدري تولعي الشوايه. هتاخد منك بالكتير قوي دقايق بسيطه خالص تاخد لون زي ما انتم شايفين كده. ولو مش عايزاها تاخد لون، هي كده حلوه قوي قوي. وبكده نكون عملنا النهارده ميني بيتزا للمدارس بديل السندوتشات. حاجه خفيفه كده، وممكن تنفع كمان للمصايف، الناس اللي بتروح المصايف من غير سندوتشات ومن غير مصايف. ممكن تعمليها لاولادك للفطار، تعمليها للعشاء، تبقى حاجه حلوه جدا مش مكلفه كتير. لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا، اعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهات مطبخ ام عبد الله. استنوني في فيديوهات جايه كتيره. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.